مع منح اعتماد استيراد السيارات لعلامة سوزوكي اليابانية في الجزائر، فإنها ستدخل بموديلات منافسة للسيارات الصينية، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الإفريقية والآسيوية بسبب أسعارها التنافسية. وأول سيارة هي سيارة سوزوكي سويفت 2024 الجديدة، التي تمتلك الكثير من المميزات التي تجعلها من ضمن أقوى الماركات المتاحة من السيارات في الأسواق المحلية. ولذلك تم تطوير جميع موديلاتها، ومن بينها موديل سويفت 2024 الجديد، والذي يعتبر من بين الموديلات الأكثر تطوراً بما تحويه المركبة من ملحقات تتيح القيادة الآمنة. وبالحديث حول موديل سوزوكي سويفت الجديد المطروح في كل أسواق السيارات العالمية، يأتي التحدث عن كل ما يتيح أمن القيادة لتلك السيارة، والكثير من سبل الترفيه التي تم تطويرها في السيارة، مثل توفر شاشة ذكية بمقاس 7.6 بوصة، كما يتوفر الراديو الموجود مدمجاً، كما توجد الوصلات التي يحتاج لها ركاب السيارة مثل اليو اس بي ووصلة يو اكس اوكس، فضلا عن إضافة الكثير من المواصفات في السيارة من الداخل. تم تغيير تصميم السيارة من نوع سوزوكي سويفت بشكل كامل، وجعلها من أحدث أنواع الموديلات الموجودة، مع توفر الشبكة الأمامية الكبيرة، والتصميم ملحق به مصابيح الليد من الأمام بشكل جريء، وإضاءة عالية بشكل الحرف سي. تمتلك سوزوكي موديل سويفت الجديدة مكابح مميزة مانعة للانغلاق، تعمل وفق النظام الإلكتروني، ونجد أن تشغيل المكابح أتى بخاصية EBD للمزيد من الأمان أثناء قيادة السيارة. شاشة السيارة تدعم النظام سمارت بلو برو، وهي من أفضل الملحقات الترفيهية الموجودة في السيارة، مع خدمة هاي سوزوكي الصوتية المميزة. يوجد في السيارة نظام المكيف المركزي، كما تتوفر الوسائد التي تمنع التعرض لأي صدمات خارجية. يتوقع توفر سيرة سوزوكي سويفت عام 2024 في الأسواق ب $1200، أي ب 480 مليون سنتيم بالدينار الجزائري بسعر البنك دون احتساب الرسوم. سيارة سوزوكي تور H1 أرخص سيارة للعلامة اليابانية، وسيارة سوزوكي تور H1 الجديدة كلياً طراز LCV يشبه سوزوكي ألتو K10 الذي ظهر لأول مرة العام الماضي، ويتميز بتصميم أكثر حدة، وتقتصر الاختلافات بين تور H1 وألتو على المصدات الأمامية والخلفية غير المطلية. ويتوفر الطراز الذي يبلغ طوله 3530 ملم، 139 بوصة، بثلاثة ألوان: فضي حريري معدني، رمادي جرانيت معدني، وأبيض. في الداخل لا تأتي LCV مع شاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه، لكنها لا تزال تحتوي على ميزات مثل عداد السرعة الرقمي، وسائد هوائية مزدوجة، وتكييف الهواء. وعلى عكس سيارات الهاتشباك الأوروبية المحولة LCV، والتي تفقد المقاعد الخلفية لصالح مساحة شحن أكبر، تحتفظ تور H1 بالمقعد الخلفي مع مساند الرأس. ويكمن محرك البنزين كي سيريز سعة لتر واحد في سوزوكي، والذي يولد 66 حصاناً، 49 كيلو واط، 67 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 89 نيوتن متر، 66 رطلاً قدم. كما يتوافر المحرك أيضاً في نسخة أقل تكلفة تعمل بالوقود بالغاز الطبيعي المضغوط، مما ينتج عنه 56 حصاناً، 42 كيلو واط، 57 حصاناً، وعزم دوران 82.1 نيوتن متر، 60 رطل قدم. وفي كلتا الحالتين تنتقل الطاقة إلى المحور الأمامي حصرياً من خلال علبة تروس يدوية من 5 سرعات. ويتوافر سوزوكي تور H1 بالفعل للطلب في الهند بسعر 480,500 يورو، 5864 دولاراً، 100 مليون سنتيم بالدينار الجزائري.